في برشلونة بالتحديد في ملعب مونتجويك. الملعب منور كأنه شعلة نار والمدرجات مليانة والجماهير الكتالونية مستنية الانتقام. أصوات الجماهير عاملة موجة واحدة من الحماس، بس في وسط كل الدوشة دي كان في لعيب برشلونة كانت عايزة تمشيه أول الموسم لأن أداؤه ما كانش أحسن حاجة. الماتش ده تحديدا خلى اللاعب ده يتحول من لاعب الجماهير بتطالب إنه يمشي لواحد من أحسن لعيبة العالم. كلامنا طبعا عن البرازيلي رافينيا. النهارده مش أي ماتش، النهارده برشلونة قدام بايرن ميونخ، الفريق اللي دايما بيجي وجايب معاه ذكريات مش حلوه. النهارده رافينيا قرر يقلب الصفحه دي بنفسه. ازاي يا كتالوني؟ انا بيدرو وده فيديو جديد من سلسله اعظم اداء كروي في التاريخ، السلسله اللي بنرجع فيها بالزمن ونعيش ليله اللي لاعب واحد قرر يكتب التاريخ بنفسه. النهارده هنرجع ليله على ملعب مونتجويك، ليله نزل فيها رافينيا ينتقم من الفريق البافاري ويحول الانتقام لفن والغضب لعزف برازيلي نادر. الصحف الالمانيه كانت متاكده ان البايرن هيكسب كالمعتاد، بيقولوا برشلونه فريق عامل بدايه كويسه بس احنا البايرن. لكن في كاتالونيا الصحف كان ليها راي تاني وقالت النهارده ليله الانتقام بقياده هانز فليك، والجمهور كان حاسس ان الليله دي مختلفه، فيها نار، فيها وعد غير معلن ان برشلونه رجع. بدايه المباراه الحكم صفر وعلى طول باس من بدري لفيرمين لوبيز اللي بيلعب كره رافينيا اللي كان واقف متمركز صح ويهرب بالكره وينفرد بنوير ويقرر انه ما يشوطش، لا يقرر انه يذل نوير ويعدي نوير وينفرد بالمرمى ويحط الجول الاول. المونتجويك انفجر ورافينيا بيجي ناحيه الجمهور وبيصرخ كانه بيقول ده بيتي الجديد. اللقطه دي اتكررت على كل شاشات تاني يوم وصحيفه سبورت كتبت وقتها رافينيا قرر اذلال نوير، جول في اول دقيقه في الماتش وتاخد الافضليه. بس البايرن مش هيسكت، البايرن سيطر على الكوره وبيحاول يقرب من منطقه جزاء برشلونه عشان في كوره مولر يرفع عرضيه على راس هاري كين اللي على طول بيحطها في الجول، بس الحمد لله الكوره كانت اوف سايد عشان ركبه هاري كين كانت معديه الخط. كل ده والبايرن سيطر على الكوره لحد ما الكوره بتيجي لاوليسي يعرضها لجنابري بشكل خرافي ويكسر مسار التسلل وجنابري لهاري كين عشان يسجل جول التعادل. احنا جبنا جول في اول دقيقه بس ده مش معناه ان الماتش سهل. برشلونه هنا بيقرر يلعب الضغط العالي على البايرن لحد ما بتيجي كوره لنوير اللي المفروض انه واحد من احسن الحراس في العالم بل في التاريخ واللي بيعرف يلعب برجله، يضغط عليه اليمين ويعمل بلوك على الكوره بس للاسف تطلع بره. بصراحه انا كنت واثق ان برشلونه يعرف يكسب الماتش ده حتى بعد ما البايرن اتعادل. الكوره بتيجي لامين اللي بيرفع عرضيه لفيرمين، كيم من جاي كان خلاص هيلعبها بدماغه بس بيغلط وبتروح لفيرمين اللي بيلمسها لليفاندوفسكي عشان يجيب الثاني على طول وتبقى النتيجه 2-1 لبرشلونه. برشلونه بيلعب كويس جدا، عارف ازاي يخترق ويسيطر على الكوره في نص الملعب. على الورق عناصر البايرن اقوى بكتير من برشلونه، يعني برشلونه الدكه بتاعته ضعيفه عكس البايرن. برشلونه بتفضل مسيطره على الكوره شويه لحد ما عرضيه ممتازه من كاسادو تروح لبطل الفيديو النهارده رافينيا، بيستلم وبيجي عند منطقه ال 18 ويشوط الكوره برجله الضعيفه عشان تروح بشكل مفاجئ في الجول. الملعب بينفجر تاني. رافينيا في الماتش ده اثبت ان قرار بيعه كان هيخسر الفريق كتير جدا. 3-1 لبرشلونه والشوط بيخلص على كده. كان مهم جدا انك تخلص الشوط الاول وانت متقدم على البايرن بس الحمد لله انت خلصت متقدم فرق هدفين. خلينا نتكلم شويه عن رافينيا قبل ما يدخل الشوط الثاني. الولد اللي بدا من احياء بورتو أليجري الفقيره اللي الكوره بالنسبه له ما كانتش لعبه، دي كانت طوق نجاه. في البرازيل قالوا له انه خفيف زياده عن اللزوم، في البرتغال قالوا له انت موهوب بس لسه مش جاهز لاوروبا، وفي فرنسا لعب موسمين وهو بيسمع نفس الجمله كويس بس مش نجم. بس رافينيا عمره ما كان بيدور على لقب نجم، كان عايز بس لحظه زي دي، لحظه الناس كلها تبص عليه وتقول الولد ده اتظلم والنهارده بيرد. انتقل من رين لليدز وهنا من ليدز لبرشلونه، كل خطوه ليه كان بيحارب شك الناس وفي كل مره كان بيثبت ان اللي شايف الحلم بوضوح مفيش حاجه هتوقفه. الماتش ده مش مجرد 90 دقيقه بالنسبه له، الماتش ده اللي هيغير نظره الناس ليه من لاعب عادي لنظره انه واحد من احسن اللعيبه في العالم. يعني باختصار الماتش ده مش برشلونه ضد البايرن، الماتش ده رافينيا ضد كل المشككين فيه. الشوط الثاني بيبدا وبرشلونه يسيطر ويعدي 10 دقائق بس وبرشلونه يجيب الرابع، خروج بالكوره وبصل لامين اللي بيعمل من لمسه واحده عرضيه بالمقاس لرافينيا، بيستلمها على صدره وبيمشي بيها شويه وبيشوطها في البعيده عشان يختم كوره الهاتريك. في كام كوره حصلوا للفريقين بعد الهدف ده بس برشلونه برضك اللي كان مسيطر، والصفاره الاخيره عشان الحكم ينهي انتقام برشلونه وهاتريك رافينيا. بعد الماتش الصحافه الاسبانيه كتبت في مونتجويك اتولد ساحر جديد. عالم الكوره في لعيبه بتكسب بطولات وفي لعيبه تخلق لحظات. رافينيا في الليله دي خلق لحظاته الخاصه اللي صعب تتنسي، الليله اللي خلى فيها جمهور برشلونه يحس ان الشمس رجعت تشرق من جناح برازيلي جديد اسمه رافينيا.
لو وصلت لحد هنا فشكرا جدا جدا على المشاهده. تنساش تعمل سبسكرايب لان اغلب اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش عاملين سبسكرايب، وده بيأثر جدا على القناه وعلى الاستمراريه عشان نستمر قدام. لو انت كتالوني لازم تعمل سبسكرايب، ولو مش كتالوني برضك اعمل سبسكرايب، فيديوهاتنا حلوه وهتفيدك. وشكرا للمشاهده، لايك سبسكرايب، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.